بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم جابت لكم 3 أنواع للضيافة، الثلاثة ما في أسهل منهم ولا ألذ منهم. هذه فطاير رائعة، هذه مربعات باللبن روعة. الفطاير عملت ضجة، نباتية فيها جبن وبطاطس، ما فيها لا دجاج ولا لحم. وعملنا هذا الخشاف، إيش أقول لكم، هذا الخشاف يجنن، بنجر وبطاطا حلوة. وهذا شايفين زيناه بالبيكان وجوز الهند، يعني لذيذ صاخن جدا. الصباح تاكلونه صحن صاخن يدفي، أو العصرية أو بعد العشاء أو اللي تحبون. هو يعني حلا قديم ينعمل في الحجاز، بس أنا زينته شوية، عملته صغير، هم يقطعونه كبير ويعملونه، يعني أسهل في التناول في الملعقة، حتى في حرارة الغرفة يجنن، ولا ساخن يجنن، يعني في كل الحالات يجنن. ما في لا فانيلا ولا قرفة، كلها 3 مقادير فقط لا غير. هنشوفها مع بعض. هذه المعجنات تعلمتها في تركيا، خطيرة. تعرفون ايش معنى خطيرة؟ والمربعات هذه لذيذة، واحدة ورا الثانية، والله ما تقدرون توقفون أكلها. ريحة الهيل فيها، طعم الهيل، وسهلة وسريعة. تعملونها ربع ساعة وانتم خلصين في الفرن، بس ربع ساعة، ومقاديرها قليلة وفي متناول اليد. الحين نشوف مع بعض. قدمناها هنا مع الشاي، روعة كلهم. حتى هذا بصراحة أنا أسميه خشاف لأنه ما أعرف إيش أسميه. هو بطاطا حلوة وبنجر وسكر بس مع الموية، ولا شيء ثالث معاهم. ما يبغى له لا بهارات ولا هيل ولا قرنفل ولا شيء. هو ريحته حلوة تجنن، ريحة البنجر مع البطاطا لما نطبخه عطت ريحة تجنن، وما فيها صبغ. هذا لون البنجر ترى، يعني يفكرون انه هذا شيء مرة مهم، وهو شيء بسيط وسهل وسريع. وكلهم الحين أوريكم إياهم مع بعض، عشان كذا أنا خليتهم مع بعض. هنا لما فتحناها الفطاير ما في ألذ منها بصراحة. نبتدي بسم الله. أول شيء المعجنات، طحين وزبدة وزيت وبصل، بطاطس مسلوقة، بصل أخضر، جبن نوعين، شيدر وهذا زبادي، وجبن موزاريلا، فلفل أحمر حار مجروش، فلفل أسود، هذا هم، ملح وسكر وخل. الخميرة نحط فيها خل وبيض. هذا البيض والزيت وسمنة أو زبدة وزبادي اللي هو الروب اليوغرت. هذا الخل وبيكنج باودر، ما فيها خميرة. نخلطهم تمام مع بعض. بعدين نحط الطحين بالتدريج لما نحصل على عجينة متماسكة لينة. شايفين هذه العجينة؟ خليها ترتاح شوية عبال ما نعمل الحشوة، يعني ما ترتاح مثل الخميرة نص ساعة، لا يعني أقل. نغطيها ونخليها. نبشر البطاطس المسلوقة، نبشرها خشن كبير، ما تكون مسلوقة مرة ذايبة بعدين تصير مهروسة. بعدين نحطها في وعاء، نقلي البصل، نحط شوي زيت نقليه لما يحمر، نحط له البطاطس، نقلب البطاطس مع البصل، تاخذ ريحة البصل وتاخذ الزيت شوية، تشرب الزيت، نقلبها تمام. نحط لها فلفل أحمر مجروش، فلفل أسود، وملح طبعا. نقلبهم يختلطون تمام مع بعض. خلاص الحين نطفي النار، ما نبغى نار. احنا النار خليناها بس نقلي البصل. بعد ما تبرد نحط لها البصل الأخضر المفروم ناعم. عندي الحين العجينة خلاص ارتاحت. ناخذ كورة من العجينة. أول شيء نعملهم كور كلهم قد بعض، تحبون صغيرة تحبون كبيرة على كيفكم الحجم، بس أكيد كل ما كانت صغيرة أحلى. نعملها كور.
نحطها في صينية ونغطيها لما نبتدي نشتغل، وحبة حبة. ما شاء الله هذا المقدار عمل لنا مقدار كبير. عندي الحين الحشوة بردت تمام، أحط لها الجبنة موزاريلا وجبنة شيدر مبشورين، نقلبهم. كل المقادير حتكون مكتوبة عندكم في صندوق الوصف. الحين نرقي واحدة قطعة من العجينة بالنشابة أو بإيدكم. أنا أول شيء بديت بالإيد، بعدين لقينا أنه أفضل بالنشابة أسرع مع شوية طحين. نقفلها كذا شايفين، وخلاص نرتبها على الصينية. حطينا في العجينة، حطينا بياض البيض والصفار حنخليه للوجه. نسيت أقول لكم، يعني البيضة الواحدة ما حطيناها كلها في العجينة، حطينا بس البياض، الصفار للوجه. نكمل. مرة سهلة العجينة التعامل معاها، وبعدين مو بس كذا، لذيذة وهشة لما نخلص من الجميع. معلش أنا قاعدة أوريكم عشان المبتدئين واللي عندهم عاملات يعلمونهم. الحين ندهنها بصفار البيض، صفار البيضة مخفوق نخفقه، ما نحط له لا زيت ولا حليب ولا شيء. بالشوكة نعمل خطوط، نحاول تكون الخطوط عميقة شوية. الفرن يكون مولع أعلى من الوسط شوية، نخليها حوالي 20 دقيقة 25 دقيقة تحمر من تحت ومن فوق. وهذه هي، ما في أسهل من كده شايفين، ولا أحلى من كده. الحين حنعمل مربعات اللبن. حليب بودرة، بسكوت، هيل ناعم، زبدة سايحة، كوب لبن، لبن مو حليب، لبن اللي نشربه الحامض. نحط البسكوت نطحنه تمام، نخلطه مع الزبدة، نحطه في وعاء. الحين الحشوة سكر ولبن، لبن و3 ملاعق قشطة، كلها هتكون مكتوبة عندكم. 3 ملاعق قشطة مليانة، هيل ناعم، رشة فانيلا. لما يذوب السكر تمام. الحين البسكوت نحط له 3 ملاعق قشطة، ونحط له الزبدة السايحة نص كوب أو ثلث كوب، ونخلطهم تمام. في صينية مربعة نفرد البسكوت تمام. الحين عندي الخليط هنا، السكر واللبن، نحط له كوبين حليب بودرة ونخلطهم. حيعطينا بعدين طعم، بس ما في بيض ولا في شيء، هذا هو حليب وبودرة ولبن و3 ملاعق قشطة وهيل ورشة فانيلا. نحطه، ندخله الفرن ربع ساعة اللي هو جمد خلاص وتمام تمام. لما نطلعه نرشه بالفستق، طعمه مثل الحلويات الهندية اللي تجنن. الحين عندي هنا بنجر قشرناه، وهذا سويت بوتيتو أو بطاطا حلوة، نخليها زي ما هي، موية وسكر بس، ما في شيء ثاني أبدا. هذا هي المقادير. نقطع البنجر، البنجر مو مسلوق، انتبهوا ني، الحين حنسلقوه. نقطع البنجر. بصراحة ما أقدر أقول لكم مقادير أنتوا قد ما تبغون تحطون، تكثرون بنجر أكثر، تحطون بطاطا أكثر، نحطه في قدر. يعني ما أقدر أقول لكم الصراحة، حتى أنا ما أعرف كم المقادير. حطيت شوي بعدين قلت لا نبغى نعمل زيادة، وحطينا زيادة، وهكذا. شايفين لونه حلو. بعدين نحط له موية كمية كبيرة، لأنه بعدين بعد ما يستوي تمام حنحط له البطاطا الحلوة. نحط له سكر، السكر حسب الذوق، حطوا كوبين سكر واستنوا بعدين ذوقوا، يمكن يحتاج أكثر، وطبعا يحتاج أكثر حسب كميتي، أنا كميتي كبيرة. البطاطس نقطع الراس والذيل، وبعدين نقطعها كذا نصين بالعرض، ونقطعها زي كذا. نخلي عليها شوي قشر، اللي ما يبغى يشيل، بس القشر يحميها إنها تتفتت وقت السلق. شايفين زي كذا. في ناس يخلون القشر كامل عادي، ترى لذيذ في الأكل، واللي ما يبغى ياكل وقت الأكل بس بإيده كذا ينشال بسهولة. طبعا غسلناه بالفرشة ونظفناه تمام. لما يغلي البنجر نشيل الرغاوي اللي على الوجه، الفقاعات، نخليه يستوي تمام تمام البنجر.
مع السكر تمام تمام، لأنه لما نحط البطاطس خلاص ما راح يستوي زيادة. هو شايفين؟ خليه يستوي، نغطيه لما يستوي تمام لين. نحط الحين البطاطا الحلوة، أول ما نحطها حتى تبتدي تشرب اللون الحلو. لو شفنا ناقص سكر نحط، لو شفنا ناقص موية نحط. وألف عافية، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. كل يوم تعالوا أستناكم. السكر على كيفكم، يعني هنا أول ما حطيته قبل ما أحط له جوز الهند والبيكان حطيناه، بعدين رشيناه عليه على الوجه عشان ما ينزل وقت لما نشيله للضيوف في وقته. يعني وقت التقديم نرش جوز الهند والبيكان أو فستق أو فول سوداني اللي تحبون، المكسرات والتزيين على ذوقكم أكيد. ما شاء الله، هذه هي الفطاير تجنن، وهذا ما تشبعون منه لقمة ورا لقمة. رائع، الله معكم، اعملوه انبسطوا فيه.